بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. متطلبات كولر اللي فاجئت اداره الاهلي، وايه اللي يخلي صفقه محمد علي بن رمضان ما تتمش، وسفر احمد عبد القادر هيتم ازاي، وكهربا وتحديد مصيره، والجديد في قضيه احمد فتوح. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. يلا بينا للتفاصيل. مستر مارسيل كولر طلب تجميد صفقة محمد علي بن رمضان، وقال ما دام انتوا مشيتوا محمد عبد المنعم يبقى الاولى ليا ان انا اجيب مدافع. وبالفعل اداره النادي الاهلي بتسعى بالتعاقد مع اشرف داري نجم المنتخب المغربي ونادي بريست الفرنسي، وسعره على ترانسفير ماركت 3 مليون دولار و20% اعاده بيع. يا رب بقى يا اداره الاهلي ننجز في الصفقه وامير توفيق يسافر وما نفضلش نعمل اجتماع على ميتنج زوم والصفقه في الاخر ما تتمش. نيجي بقى ناحيه كهربا وتحديد مصيره. محمود كهربا جاله عرض عن طريق وكيله احمد يحيى لنادي النجم السعودي اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه اعاره لمده سنه، والنادي الاهلي هياخد 500,000 دولار ومحمود كهربا هياخد 1,100,000 دولار. لكن محمود كهربا رفض وقال انا لو سافرت الدوري من الخليج مش هلعب غير في الدرجه الاولى. وفي نفس الوقت نجيب سويرس رئيس نادي زد عرض عن طريق الاعلامي الكبير سيف زاهر لمحمود كهربا بالشراء لمده 3 سنين عشان يلعب في نادي زد، لكن محمود كهربا رفض وقال انا مش هلعب في مصر غير للنادي الاهلي. والله اصيل يا كهربا، وانا من رايي ان اداره نادي الاهلي تبقى على كهربا لانه شهر النادي الاهلي ووشه خير عليه. اما بقى بالنسبه لمارسيل كولر فرافض اي مهاجم فلسطيني، والصراحه مش عارفه ايه السبب. هل يعني مستر مارسيل كولر بيحط العقبات دي كلها قصاد الاهلي عشان يمشي؟ لان الاهلي ماشي على مبدا ان هو بيختار اللعيبه وانت كمدير فني تحط القائمه، لكن الصراحه الاهلي اول مره يسيب القرار كده من اوله لاخره للمدير الفني، ومستر مارسيل كولر الصراحه يعني بيحط عقبات. فهل بقى بيحط عقوبات علشان يسيب الاهلي ولا فعلا عايز مصلحه النادي؟ انتوا بقى رايكم ايه؟ اما بقى بالنسبه لكابتن احمد عبد القادر فهو سافر النهارده بالفعل الى قطر للاحتراف في نادي قطر القطري اعاره لمده موسم واحد، والاهلي هياخد 550,000 دولار واللاعب هياخد 1,200,000 دولار بالاضافه الى 50,000 دولار بونص. ونتمنى التوفيق لكابتن احمد عبد القادر اللي لسه ما خرجش كل اللي عنده. اما بقى بالنسبه لكابتن احمد ابو الفتوح اللي نتمنى له ان ربنا يفك كربه، هيبقى ليه جلسه محاكمه بكره امام الدائره 2 جنايات مرسى مطروح، مع العلم ان اداره نادي الزمالك ارسلت وفد النهارده الصبح لاهليه المتوفي عشان ياخدوا بواجب العزاء. ربنا يرحمه ويصبر اهله، وان شاء الله ربنا يفك كربه وازمه كابتن احمد ابو الفتوح. اما بقى بالنسبه لكابتن حسام حسن هوجه رساله لكابتن مصطفى الزناري لاعب نادي الزمالك وقال له ابعد عن احمد فتوح، لان اللاعب لسه شاب في منطلق حياته ولسه هيقدم كتير لنادي الزمالك والمنتخب. وبكده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل يعني دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.